ان انا بقول هي دي مشكله الناس اللي بتتكلم عليهم ليه جفاء، لان هم خايفين من نجاح حسام وابراهيم، لان هم عارفين ان في ربنا بيكرم الناس دي وبينجحوا في اي مكان بيخشوا فيه عشان عندهم ضمير وبيشتغلوا وحب ربنا وحب فيهم الناس. فدي النقطه اللي حته الجفاء انا برد عشان انت معلق متمسك بيها، ونقطه وسؤال كويس. لا مش تعالى، انا بس بقول دايما بنسمع الموضوع ده بس ما سمعتش رد ليه، يعني ليه يعني؟ لا وانا لعلمك وانا مبسوط ان انت سالت السؤال ده عشان فعلا هو ده ليه الناس كلها عايزه تعرف ليه. لان خايفين ان حسام وابراهيم يخشوا ينجحوا زي ما دخلوا ولله الحمد باذن الله الجمهور ببعض اللعيبه ببعض. طب يا كابتن الكلام ده على المدربين، لكن لو اداره انت المفروض بتنجح الاداره، يعني المفروض انت لما بتعمل نتائج ان الاداره بتنجح. اداره اقول لك حاجه، ليه الاداريين برضه يعني في مثلا في كذا مجلس برضه ما عندهمش العلاقه دي متواصله مع مين كذا مين كذا المجلسين، يعني المجلسين اقول لك انا اقول لك دي مشكله بقى، ما انا قلت لك دي هي مشكله، مرض موجود في نادي الزمالك، مرض موجود في نادي الزمالك لما يبقى ناس ليهم اسامي وناس ليهم ومال وهدومهم ياخدوا قرار بمجلس اداره، قرار بمجلس اداره. بس احنا عشان ناس محترمين انا وحسام ما نقدرش، ما ينفعش يعني عادي اي حد في نادي الزمالك عشان خاطر جمهور الزمالك لما ناس بالاجماع اجتماع مجلس اداره بالتجديد لحسام وابراهيم وييجوا قبل البتاع قبل ما نبدا خلاص ونحط فتره الاعداد، يروحوا مجتمعين بالليل ولاغيين القرار دوت. ناس واخدين قرار بالاجماع، ناس غيروا القرار 3 ضد 2 ولا 4 ضد 3 بمساعده. هي مشكله مشكله نادي الزمالك في واحد سوسه موجود جوه نادي الزمالك لا عارف يشتغل في الجهاز ولا عارف يمسك في مجلس الاداره. عينوه في عشان يخلص حاجات انت عارفه كويس مش عارف هو يعني كل واحد ليه احترامه وتقديره. انا بقول لجمهور الزمالك يفهم النقطه دي. نادي الزمالك محتاج ناس بتحبه بجد، محتاج مجلس، ما هو محتاج مجلس اداره متفاني لنادي الزمالك، بيحب نادي الزمالك، بيحب الجمهور ده وعارف يعني ايه الجمهور اللي بيسابق في المدرج. انما انا حسام ابراهيم هل يا كابتن ابراهيم اللي مثلا من وجهه نظر حضرتك ان مجلس الاداره بيحب الزمالك لازم يبقى كابتن حسام ابراهيم ولا ممكن مع اي شخص؟ لا على فكره عشان هو قال بس لا حسام يا عم على فكره انا ماسكين لساني انا وحسام، انا عارف والله انا ماسكين لساني. عارف في ايه؟ ماسكين لساننا في ايه؟ هل انا وحسام محتاجين ان انا استنى رئيس نادي ولا اعضاء مجلس اداره يبيعوا ويشتروا فينا؟ والله واقسم بالله ان احنا ماسكين نفسنا عشان اللي ماسك لساننا جمهور الزمالك، انما مش قادرين نقول تصريح. انا لعلمك لسه بقول لك يا كابتن حسام، انا اول ما اشوفك هادي كده يعني الفتره دي مش عايزين نقولها، مش هنخش ولا يعنينا ان احنا نشتغل مع الناس دي، فانا مش عايز اقولها عشان خاطر جمهور عظيم زي جمهور الزمالك مش عايزه يزعل، مش عايزه ياخد يعني يتصدم ان احنا ممكن نقول لا مش هنخش الزمالك عشان خاطر ناس. لا مش عايزين نقولها. ليه احنا ليه يا جماعه مصممين احنا مؤدبين وواثقين نفسنا كويس؟ تمام. واحد يطلع يقول لك ناس عماله عضو مجلس اداره اعضاء مجلس اداره تطلع لا مش عايزينهم، لا مش وقتهم، لا يا جماعه هم واحنا بيبيعوا يشتروا فينا؟ احنا اللي مصبرنا جمهور الزمالك. انما مع احترام وكل احترام احنا مشينا من نادي الزمالك مسكنا النادي المصري وعملنا طفره في النادي المصري، بس كان في اداره محترفه برئيس النادي كامل ابو علي ومعاه ناس كانوا عارفين حدودهم، كانوا بيشتغلوا في هدوء، ولا كنت بطلع اتكلم ولا كان في ولا حسام تعبان في حاجه. كان كل تركيزنا في الملعب ومع اللعيبه بتاعتنا يا حازم. انما مع نادي الزمالك لازم تشتغل كل حاجه، لازم اشتغل بتاع ملعب اقص الملعب، لازم اشتغل بتاع لبس، لازم اشتغل بتاع ادافع عن كل لعيبه، لازم اروح ادفع الايجار بتاع اللعيبه، وانت عارف كده يا حازم. ومع ذلك انا عشان اسيب حسام لان انا طولت قوي، انا بقول لك اهو انت تجي لنا بقى يوم تاني بقى حضرتك بقى تكمل الجزء الثاني. ما انا موجود، احنا قناه الحياه انا موجود. خلاص يا كابتن مصر ان شاء الله نستناك دايما تنورنا يا كابتن. حسام يكمل بس عشان حسام انا عارف حسام يتكلم كلام مباشر عشان هو احنا طول ما احنا بنراعي شعور الناس والناس ما بتراعيش شعورنا يبقى ما ينفعش. لا انت يا كابتن على الراس طبعا، انت وكابتن حسام اي حد ما يقدرش يقلل من قدراتكم، وزي ما قلت يعني الناس كلها بتكن لك كل احترام وتقدير. هي مسألة اختيارات ممكن يبقى حصل فيها لبس، ولكن الناس كلها بتحترمكم بشكل كبير يا كابتن حسام. انا عايز الخص السؤالين اللي ابراهيم اتكلم فيهم واللي انت قلت بناء على